أهلا بيكم. النهاردة معانا مصدر مثير للاهتمام فعلا. عنوانه لغز. المصدر ده بيتكلم عن لاعب الكرة المعروف جوتا. قصته معروفة إنه مات في حادثة غامضة، بس الغريب بجد زي ما النص بيقول بدأ بعد 30 يوم من وفاته. فإحنا النهاردة هنحاول نستكشف سوا التفاصيل المحيرة دي اللي النص بيقدمها لنا عن اللي لقوه في قبره. فعلا. القصة دي من أولها كده بتشد الانتباه. طبيعة الأحداث اللي بيوصفها المصدر غير عادية خالص، بتخلي الواحد يسأل أسئلة كتير على طول. طيب خلينا ندخل في الموضوع على طول زي ما النص بيحكي. بيقولوا بعد 30 يوم بالتمام كان في شغل تجديد عادي في المقابر، واحتاجوا يفتحوا قبر جوتا. والمفاجأة بقى، النص بيوصفها أنها كانت صادمة. الجثة كانت سليمة، سليمة تماما، مفيش أي أثر للتحلل، كأن الراجل يدوب لسه نايم. وهنا بقى موضوع بيبدأ يبقى محير بجد. وفي كمان تفصيلة تانية أغرب، لقوا جنبه كرة قدم قديمة، مش كرة جديدة، لأ قديمة. كورة مرمية كده، لا، كان عليها رسالة مكتوبة بخط الإيد. النص بيقول إنها كانت: اللعب كان حياتي لكني نسيت أستعد للنهاية. بصراحة العبارة دي لوحدها تفتح ألف سؤال وسؤال. نسيت أستعد للنهاية. النص هنا بيسيب لنا مساحة نفكر، يا ترى ده ندم، ولا يمكن إقرار إنه اتفاجئ بالموت، ولا في معنى أعمق معرفش يعبر عنه وهو عايش. النص مش بيدينا إجابة، هو بس بيعرض الرسالة كده ويسيبنا نفكر فيها. الموضوع بيتعقد أكتر كمان، كأن الكورة ورسالتها مش كفاية. المصدر بيضيف معلومة تانية، شهادة لزميل قديم لجوتا في الفريق. زميله ده حسب النص قال إنه حلم بجوتا بعد وفاته بفترة، وفي الحلم ده جوتا قال له كلام محدد. قال له: احكوا له للناس، الشهرة مش نهاية، والمجد الحقيقي مش في الملاعب. طيب إزاي الكلام ده اللي جاي في الحلم بيضيف بعد جديد للقصة كلها؟ هل دي رسالة تكميلية للي على الكورة؟ هو ده بالظبط اللي بيخلي رد فعل الناس زي ما النص بيصوره مفهوم نوعاً ما. النص بيوصف إزاي قبر جوتا ده اتحول لحاجة شبه المزار. ناس بتروح، في اللي مصدق وفي اللي شاكك، في اللي بيدور على تفسير وفي اللي بيكتفي بالدعاء. والمهم إن المصدر مش بيحاول يحسم أي حاجة، هو بيعرض لنا الأسئلة اللي كانت بتدور في بال الناس وقتها. هل دي زي كرامة كده، معجزة صغيرة، ولا دي رسالة هو قاصد يوصلها بطريقة ما، ولا الموضوع كله مجرد لغز كبير ومحدش هيعرف حله؟ النص بيختار إنه يسيب الأسئلة دي مفتوحة، وده بيزود الإحساس بالغموض حوالين القصة. إذن لو جمعنا كل الخيوط دي اللي المصدر بيديها لنا، جثة محفوظة بشكل خلينا نقول خارق للعادة، كرة قدم قديمة وعليها رسالة قصيرة بس عميقة قوي، وكمان شهادة عن حلم في وصية تانية. النص بيرصلنا العناصر دي كلها كأنها قطع بازل، كلها بتدور حوالين جوتا، حياته اللي كانت مليانة شهرة، نهايته الغامضة، واللي بعد نهايته كان أغرب وأغمض. وفي الآخر بنلاقي نفسنا قدام نفس الأسئلة الكبيرة اللي أثرتها القصة دي بدون أي إجابات نهائية من المصدر. وفي نقطة أخيرة ممكن نتأمل فيها، ودي مستوحاة تماماً من النص اللي استعرضناه. في زي توتر واضح كده، أو ممكن نقول تناقض، بتخلقه الرسائل المنسوبة للجوتا دي. سواء الرسالة اللي على الكورة: اللعب كان حياتي نسيت أستعد للنهاية، أو الرسالة اللي اتقالت في الحلم: الشهرة مش نهاية والمجد الحقيقي مش في الملاعب. النص بيحطنا قدام مقارنة واضحة قوي بين عالم الشهرة والأضواء واللعب اللي جوتا عايش فيه، وعالم تاني خالص بيتكلم عن النهاية وعن المجد الحقيقي. المفارقة دي اللي المصدر بيبرزها لنا بين الحياة زي ما عاشتها والمعاني اللي ظهرت بعد موته. بتسيب مساحة كبيرة للتفكير. إيه هو الإرث الحقيقي للشهرة، وإيه اللي ممكن يجي بعدها؟ النص بيخلينا نفكر في النقطة دي.